مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من قناة بيك في البيت. اليوم راح أسوي لكم طريقة عمل عجينة السمبوسك، طريقة كلش سهلة وسريعة، طريقة مختلفة هي شوية. تقدرون تسووها تجهيزات رمضان، تسووها وتخلوها بالفريز، تقدرون تشتغلون بيها مباشرة. راح نحتاج لهاي الوصفة كوب طحين، ملعقتين كبيرة زيت، ملعقتين كبيرة نشا، ملعقة شاي ملح، وراح نحتاج ماء للعجن. هسه نبدي نخلي كوب الطحين، ونخلي النشا، ونخلي ملح والزيت، ونحركها شوية. حركتها شوية. هسه راح ابدي اضيف المي، نضيف المي شوية شوية حتى ما نغلط ونضيف كمية كبيرة وبعدين ما نقدر نسهل الموقف. هسه هاي العجينة حطيت اني مي تقريبا 4 ملاعق كبار مي. انتو حسب الطحين اللي عندكم الى تحصلون على هاي النتيجة. هسه راح اعجنها زين بايدي الى ان تصير ناعمة. هاي العجينة راح اخليها ترتاح تقريبا نص ساعة، بعدين ابدي اشتغل بها. اعزائي المشاهدين هاي العجينة ارتاحت شوية. هسه اقطعها، احاول اسويها قطع متساوية نوعا ما بهذا الشكل. راح ارش شوية طحين، نحاول نكورها. اعزائي المشاهدين انا فتحتها بهذا السمك. هسه راح بالزيت نحط شوية زيت عليها، بعدين نرش عليها نشا. النشا يساعد حتى ما تلتصق. والقطعة الثانية ايضا نسوي نفس العملية. وراح نطبقها وحدة فوق الأخ بهذا الشكل. ولا تخافون لأنه ما متساوية الأحجام، ماكو أي مشكلة، نسوي كل اثنين سوا، نكرر نفس العملية. هسه راح أبدي أفتح كل اثنين سوا. هاي الثانية أيضا نفتحها نفس الطريقة. نحاول ما نسويها كلش خفيفة، وإذا شكلها ما مرتب مو مشكلة، بعدين راح نعدلها. وهذا السمك اللي سويناه. هسه راح ننتقل إلى الطاوة، نخليها شوية على النار. أعزائي المشاهدين هاي خليتها شوية على النار، نار متوسطة، ونخليها بس مجرد تجمد، ونقلبها على الوجهة الثانية، يعني كل جهة تقريبا 10 إلى 15 ثانية، وما نخليها تاخذ الشقار، بس مجرد تجمد. هسه راح اقلبها. شوفوا جامدة. أعزائي المشاهدين هاي عجينتنا صارت جاهزة، شوفوها هيج طلعت بهذا الشكل. هسه راح نخلي وحدة فوق اللوخ ونقسمها، نقصها بالشكل اللي نريده. طبعا هاي البواقي ما تقدرون تستفادون من عندها، تسوون بيها الفتوش، ما راح نذب شي يعني. هاي نقصها بهذا الشكل. هاي راح نضمها نستفاد منها. شوفوها هذا شكلها، نقدر نسويها مستطيلات. وهذا هو شكلها. تقدرون تخزنوها بالفريز، تاخذ وياكم تقريبا شهر او اكثر، او تستخدموها مباشرة
جربوها ان شاء الله تعجبكم. كلش طيبة وسهلة واحسن من عجينة السوق. ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم فيديو جديد، ومع السلامة.